تخيل كده يا صديقي، يكون نفسك تكون لاعب كورة كبير، لكن بسبب ظروفك مش قادر تحقق حلمك، وفي الآخر بتحقق حلمك. وبعد ما قوي ياخد الفلوس من اخوه سافر ونزل هناك وراح على الملعب، واتفاجئ هناك بحجم المكان وعدد الناس الموجودين. هو واقف بيتأمل في الملعب، خبط في بنت اسمها انا، والبنت وقفت قدامه وبتسأله انت من منطقة وهام؟ بيقول لها عرفت ازاي؟ قالت له اخي كان قال لي انه في حد شعره غريب وهيجي على هنا وكان بيتكلم عليك كتير. وبعدها قالت له تعالى ورايا عشان تسجل في الاختبار. هما ماشيين على بتقول له في 86 مترشحين، بس قوي كان واقف ومش مركز معاها خالص. وهنا بتقول له تعالى ورايا عشان تسجل، وتبص لقيته واقف بيتفرج على الملعب وبيقول ايه ده ملعب من النجيلة، ده احسن من الملاعب ولا من اللي كنت بلعب فيها قبل كده. يا ريت صحابي كلهم كانوا هنا كنا لعبنا سوا. وبعدها خدوا بعض وراح يسجل، ولقى الكل واقف قدام المدربين عشان يسجلوا. من ضمن المدربين كان اللي قال له قوي تعالى قدم. هم واقفين بيسمعوا التعليمات، وبعد كده بيقول لهم احنا عارفين كويس كل واحد فيكم وعايزينكم تعملوا كل اللي تقدروا عليه عشان مستقبل الكرة اليابان مربوط بيكم انتوا. بيقول في نفسه ايه الكلام الكبير ده، ويبص لأفوق كده بيقول لهم نادرا لما بناخد لاعب من الاختبارات دي، باختصار ممكن ما ناخدش اي حد منكم. بيقول حد فيكم عنده موهبة انه يتأهل على طول للفريق، لكن كل واحد فيكم عارف قدرته كويس، وانتوا هنا عشان تحاولوا تنجحوا. حتى لو مش هتنجحوا هنا فاعملوا كل اللي عليكم وحاولوا على قد ما تقدروا تقدروا تطلعوا التحدي اللي جواكم. دلوقتي ممكن تغيروا موازين العالم. وبعد الاختبار بينهم بدأ، وأول كان واقف بيتفرج على الناس ولقي في واحد جاي عليه بيقول له ليه ما قعدتش ساكت من الأول؟ ليه حسبت أنت واتكلمت مع المدرب؟ دلوقتي بقى كل اللاعبين متحمسين، مبقاش لأي فرصة دلوقتي. وقال له فعلا الكل كان متوتر في البداية، لكن أنا رفعت مستوياتهم، ده أحسن حاجة. أنا عاوزهم يلعبوا ضدي وهم في أقصى قوتهم. والتدريب الثاني بدأ، وكانت المباراة ب7 ضد 7 في 20 دقيقة، وبدأ الفريقين، بس أغلب المحترفين كانوا في الفريق اللي ضد أوي، وأول ما كانش عارف يعمل أي حاجة وخسران بجدارة. بس هما بيلعبوا قدامه واحد بيقول له انت بتعمل ايه؟ ما تعملش كل حاجة وحدك. ويرد قول له عشان محدش فيكم بيمرر لي الكورة. يرد عليه ويقول له محدش بيمرر لك الكورة عشان انت انا ما بتعرفش تعمل اي حاجة غير انك تتباهى بنفسك، لكن دي مش غلطتك. احنا عملنا فريق خسران اصلا، لازم نلم بعضنا في الملعب بسرعة. وبره على الكنبة انا ببص الاول زعلانة عليه، وفوق كده بيرد عليها خسارتهم مرهونة بالاختبار والكل عاوز يلعب لوحده. ولاحظت ان محدش بيفكر غير في نفسه، واحنا في الاختبار مش بنحكم عليهم من جسمهم او شكلهم او تقنياتهم في اللعب، اللي احنا بنحكم هي تفكيرهم وذكائهم. هما في الملعب، وفي نفس الوقت ده المدربين واقفين بيتكلموا وهو مش بيتحرك من مكانه، واقف في نص الملعب من غير ما يعمل اي حاجه. اكيد احنا مش عايزينه معانا، وهو فعلا واقف في نص الملعب وبيقول انا طمح ولا مسيطر عليه لسه زي ما انا بعمل كل حاجه لوحدي. انا كنت بلعب بالاسلوب ده عشان اصحابي هم اللي سمحوا له، مش هينفع العب كتير هنا، ولازم العب الكرة بالطريقة الصحيحة. وبعدها ركز في الدور وتخيل نفسه في الملعب وحاسس بأماكن اللاعبين، وكده ياخد الكرة وواقف بيها عند الدفاع، واقف قدامه لاعبين بس هو مش بيعمل أي حاجة غير إنه يحافظ على الكرة. ويقول له واقف مش فاهم إيه، مش فاهم أي حاجة من تصرفاته، إزاي مهاجم يرجع يقف في الدفاع، لكن فضل ماسك الكرة ومش بيعمل أي حاجة. ولما عدى من اللاعبين اللي حواليه وقدر انه يبصيها لكندا وفي نص الملعب ودخلها في الجون، والماتش بيخلص. وكده قال لهم شوية وهنستدعيكم في أوضة المدربين ونشوف المدربين بيختاروا اللاعبين عن طريق تحليل لعبهم في الماتش. وكده بيقول كل اللي اخترتهم بيعرفوا يلعبوا. وبيقولوا المدربين ده كل المدرب احنا مشكلتنا في أول محدش عارف يحدد حاجة عنه، وبيروح أو ياخد الأكل لكن بيلاقيها هي اللي بتدي اللاعبين الأكل، بيقول لها زودي لي في الأكل، وتقول له مش هقدر ازود لك لانكم هتلعبوا التاني ضد الاسبريان. فجأة المدربين بيتنادوا على كل اللاعبين عشان يقولوا مين اللي اتقبل ومين لا، او بيتم اختياره انه يبقى من لاعبين الاسبريان. ومن الفرحة بيتصل على امه واخوه بيعرفوا انه تم اختياره. بعدها بيقول المدرب انهم هيلعبوا فريق الاسبريان الاساس، وكلهم بيتصدموا بيفضلوا يتكلموا مع المدرب، واو بيكون فرحان جدا عشان هيلاعب ناس احرف منه. بيقول كلام يخلي الشباب يلعبوا ضد فريق الاسبريان. واحد من الفريق التاني اللي اسمه أكاتشي بيروح لأول بيقول له إن جزمته متقطعة وإزاي مش مكسوف من نفسه، ومش بيرد عليه قوي. ولما الماتش بيبدأ فريق قوي بيكون لاعب بحماس بقى
ولكن مش بيعرفوا يجيبوا أهداف. في نفس الوقت في عدو الإسبانيان بيعملوا خطة على فريق قوي وقوي بيتعصب جدا وبيقول لهم حد يعمل دفاع، ولكن مش قادرين يعملوا أي حاجة. والشوط الأول بيخلص وهنا بتعالج قوي وبيخلص أول حلقتين من الأنمي. لو عاوزين تعرفوا ايه اللي هيحصل في السنة في الجزء الثاني. سلام. 妹とか言ってたよな、福田のおっちゃん。気の毒にな、お前の周りがだよ。ゴールキーパー以外一度も経験したことのないポジションでプレーしてる。つまりポジションをコンバートしている。